مديرة بنك، عمري 38 سنة. كل حياتي بنتها على الأرقام، على الحسابات، على المنطق. مفيش قرار اتخذته في حياتي من غير ما أفكر فيه مليون مرة. مفيش استثمار غلطت فيه، مفيش خطوة وقعت فيها. الناس بتشوفني وبتقول دي ست ناجحة، دي عارفة هي رايحة فين. وده صح، أنا فعلاً عارفة، دايماً عارفة. بس اللي محدش بيشوفه إن في جوايا أوضة فاضية، مش أوضة في بيت، أوضة في قلبي. اشتريت البيت ده من 3 سنين، بيت كبير، 4 أوض، حديقة صغيرة، تاني دور. قالوا لي ده استثمار ممتاز يا نور. قلت أيوة، وأنا بحسب العائد المتوقع والقيمة السوقية والموقع. بس اللي ما قلتوش إن اشتريت البيت ده لأني كنت بحاول أملى حاجة مش عارفة إيه، بس حاسة إنه لو البيت كبير ممكن الفراغ اللي جوايا يتملى. ما جاش. الأوض فضلت فاضية، مفيش أثاث، مفيش حياة، بس في صدى. كل ما بمشي في الصالة الكبيرة بسمع صوت خطواتي بترن في الفراغ، وكأن البيت بيحكي لي أنا زيك، أنا فاضي تاني. وكنت بقفل الباب وأروح الشغل وأرجع وأقفل الباب تاني. أنا مش بقول إني كنت حزينة، الحزن حاجة تانية. الحزن عنده سبب، عنده اسم، عنده وجه. أنا كنت فاضية، وده أصعب لأن الفاضي مش عنده اسم وما ينفعش تعالجه. كنت بصحى الصبح على إنذار الموبايل في الساعة 6 وكمان دقيقتين، ما بيتغير. بفتح إيميلات الشغل قبل ما أنزل من السرير. بعمل قهوة بالآلة الإيطالية اللي بعت لي إياها المدير التنفيذي كهدية في يوم ترقيتي. بروح الشغل، بحضر 8 اجتماعات، بقول لمرؤوسيني الأداء محتاج يتحسن، بوقع على عقود، بنهي صفقات، وبرجع البيت وبفتح باب الصالة وبسمع الصدى وبنام. ده كان روتيني من 3 سنين، يوم ورا يوم، أسبوع ورا أسبوع، شهر ورا شهر. أمي بتسألني في التليفون كل جمعة نور مش حتتجوزي، دي السن بتعدي. وأنا بقولها يا ماما أنا تمام ومش محتاجة حد. الحقيقة خايفة، مش خايفة من الجواز، مش خايفة من الرجل، خايفة إني أفتح البيت ده لحد ويشوف الأوض الفاضية اللي جوايا، يشوف الصالة اللي ما فيهاش صوت ضحك، يشوف أوضة النوم اللي ما فيهاش دفى، يشوف المطبخ اللي بعمل فيها أكل لشخص واحد بس في طبق واحد، ويبصلي ويقولي يا نور ده مش بيت، ده سجن نظيف. الناس بتقول عني كل حاجة، بتقول ده ستنا المتعلمة، بتقول المديرة الناجحة، بتقول البنت اللي عملت حاجة بنفسها. بس ما حدش من دول حد يعرفني بالضبط، حد يعرف إن في بنت جوا المديرة دي بتمشي في أوضة كبيرة وبتسمع صوت خطواتها في الفراغ وبتحس بالوحدة. وخليني أحكي لكم عن النجار، عن حمزة، وعن 3 أسابيع غيروا فيا حاجة مش قادرة أوصفها وما قادرة أرجعها تاني. أنا مش بحكي لكم الحكاية دي علشان أبرر ومش علشان تعذروني، أنا بحكي لكم لأني أنا نفسي مش فاهمة اللي حصل ومش قادرة أحكم على نفسي. وإنتوا اللي هتحكموا. في أول يوم في شهر مارس، في الصباح الباكر قبل الشغل، جه حمزة، واحد من الصعيد، طويل، وجهه أسمر اللون من الشمس، عيون هادية فيها شيء ساكت وعميق، إيدين عريضتين فيهم خدوش وكلوه من سنين طويلة من الشغل. جاي مع شركة نجارة اتنصحوا لي بيها من زميلة في الشغل، قالت لي شغلهم مضمون وأسعارهم معقولة ومفيش تعقيد. جه مع 2 ولاد صغيرين هم مساعدين، وبدأ يتفرج في البيت بهدوء، بتأني، كأنه بيقرأ البيت ومش بيتفرج فيه. مش زي الناس اللي بيجوا عشان يعملوا تقييم وبيتكلموا كتير وبيقولوا ده هيكلف كتير وده هياخد وقت وده مش ممكن. لأ، وقف وسكت وبص في كل أوضة بعينيه الهادين. وأنا واقفة على باب الصالة بتفرج فيه من بعيد. قلت له عايزة رفوف هنا على الحيطة الكبيرة، وتسريحة في أوضة النوم، وكومود كبير بدرجتين، والأوضة التالتة عايزاها مكتبة. قال لي حاضر، وكتب في ورقة صغيرة بقلم رصاص، وبعدين رفع راسه وبص فيا وسألني سؤال ما كنتش متوقعاه، سؤال محدش سألني إياه قبل كده في حياتي. قال لي إيه اللي عايزة الأوضة دي تحسي بيه؟ وقفت. إيه اللي عايزة الأوضة تحسي بيه؟ أنا بفكر في الأبعاد، في المساحة، في نوع الخشب، في التكلفة، في المدة، في كل الحاجات العملية، مش في الإحساس. قلت له إيه يعني؟ قال لي يعني عايزاها تبقى دافية، واسعة، أو ساكتة. بتحبي الخشب الفاتح ولا الداكن؟ بتحبي الخطوط التقيلة ولا الخفيفة؟ لو وقفتي فيها وحدك مثلا عايزاها تحسسك بإيه؟
كان السؤال بسيط، بسيط جداً، زي ما حد يسألك بتاكلي إيه على الإفطار. بس أنا حسيت بحاجة غريبة جوايا، حاجة زي إن حد شايفني، مش شايف المديرة، مش شايف الست الناجحة اللي بتحسب كل خطوة، شايف نور، شايفة الوحدة اللي جوه كل ده. قلت له بصوت هادي: دافية، عايزاها دافية. وابتسم ابتسامة صغيرة هادية، وكتب وبدأ شغله. من أول يوم عرفت إن الرجل ده بيشتغل بطريقة مختلفة، مش بس بيعمل أثاث، بيفكر، بيتأمل، بيمسك الخشب ويحس فيه قبل ما يشتغل فيه، زي ما بيكلمه. كان بيجي كل يوم في الساعة 8 الصبح، وأنا كنت بروح الشغل في 9:15. في الربع ساعة دي كنت بسمع صوت الزنبرة وصوت الخشب وصوت إيد بتشتغل بحب، وكنت بوقف شوية على باب الأوضة اللي بيشتغل فيها، ومش بيلاحظني دايماً وأنا بتفرج. مش بتفرج في الشغل، بتفرج في الطريقة اللي بيمسك فيها المطرقة، الطريقة اللي بيقيس فيها بالمسطرة وبيعيد يقيس تاني علشان يتأكد، الطريقة اللي بيمسح فيها الغبار من على الخشب بعد ما يخلص، كأنه بيهتم بالخشب مش بس بيشتغل فيه. وكنت بروح الشغل وبرجع ولاقي خلص وراح، وابقى أشوف الشغل اللي خلفه. وكل يوم كنت أحس إن الأوضة بدأت تتملى، مش بالأساس بس، بشيء تاني ما كنتش قادرة أسميه في الوقت ده. الأسبوع التاني حصل حاجة ما كانتش في التوقعات. لقيت نفسي بوقف قبل ما أخرج بس 5 دقايق، بس أشوف الشغل، بس أسلم. كان ده الكلام اللي بقوله لنفسي، وأنا عارفة إنه كان كلام مش صح، لأن ال5 دقايق بقت 10، وال10 بقت ربع ساعة، والربع ساعة بقت نص ساعة، وبقيت بوصل الشغل بعد مواعيدي. حمزة كان شغال في الأوضة التانية، الأوضة اللي ما سميتهاش حاجة، الأوضة اللي كنت بفضلها مقفولة لأني مش عارفة أعمل بيها إيه. قال لي: الأوضة دي عايزاها إيه يا مدام نور؟ قلت له: مش عارفة، مش بستخدمها. وقف وبص فيها وفتح الشباك الصغير اللي كان مقفول من زمان، وخلى الهوا يدخل والنور وريحة الصبح، وقال لي: ممكن تبقى غرفة كتب أو غرفة هدوء أو مجرد أوضة للنور. قلت له: أوضة للنور؟ قال لي: أيوة، في ناس محتاجين أوضة بس علشان الضوء يدخل فيها، علشان يتنفسوا. مش كل أوضة لازم يكون ليها غرض محدد، أحياناً الغرض هو إن الإنسان يدخلها ويحس بحاجة. وأنا وقفت وبصيت فيه، راجل من الصعيد، إيده فيها كلو، بيشتغل بالخشب من وهو صغير، بيكلمني عن أوضة علشان نتنفس. قلت له بهدوء: أعمل اللي تشوفه مناسب. وهو ابتسم وقال لي: حسنين، هاخدها بالأمانة. الأسبوع ده بقى فيه روتين جديد. كل يوم قبل ما أخرج كان حمزة يسألني سؤال واحد، مش سؤال عن الشغل، سؤال عني. في أول يوم: إيه اللون اللي بيريحك؟ في اليوم التاني: بتحبي الصوت ولا السكوت في الصبح؟ في اليوم التالت: بتاكلي جنب الشباك ولا جنب الحيطة؟ في اليوم الرابع: لو عندك يوم كامل مش هتشتغلي فيه هتعمليه إيه؟ في اليوم الخامس: إيه آخر حاجة حسيتي بفرح حقيقي فيها؟ كل يوم سؤال واحد بس، وأنا كنت بلاقي نفسي بفكر في الإجابة طول اليوم في الشغل، في جلسات البنك وأنا مفكرة إيه اللون اللي بيريحني، في الاجتماع مع المجلس وأنا بسأل نفسي بحب الصوت ولا السكوت في الصبح. وكنت بتفاجئ بإجاباتي لأني ما كنتش فاكرة إجاباتها. ما كنتش فاكرة إني بحب الأزرق الداكن اللي بيشبه لون البحر ساعة المغرب. ما كنتش فاكرة إن أحسن وقتي في اليوم هو أول 5 دقايق بعد ما بصحى قبل ما أفتح الموبايل. ما كنتش فاكرة إني لو عندي يوم كامل فاضي كنت هتفرج على مطر من أي شباك. وآخر حاجة حسيت بفرح حقيقي فيها وقفت وأنا بفكر وفكرت وما لقيتش إجابة بسرعة. لازم رجعت في ذاكرتي 2 سنين للورا علشان نلاقي لحظة فرح حقيقي، مش فرح إنجاز، مش فرح قرار صح، فرح خالص، فرح من غير سبب. ومفيش حد سألني ده قبل كده، لا أهلي لا زملائي لا حد في حياتي. الناس بتسألني عن الأرقام، عن الأداء، عن الخطة، عن التارجت، عن المستقبل المهني، مش عن اللون اللي بيريحني. وفي يوم من الأيام وقفت قبل ما أخرج وسألت نفسي سؤال عجيب: أنا دلوقتي بستنى إيه في الأول؟ إجابة الإيميل المهم ولا سؤاله والإجابة؟ خوفتني. الفصل الرابع: الفراغ الحقيقي. في نص الأسبوع الثالث حصل حاجة غيرت كل حاجة.
كنت رجعت بدري من الشغل يوم أجازة رسمية، معلمتش حمزة، ودخلت البيت ولقيته بيشتغل في أوضة الكتب وحده. الولدين كانوا في شغلانة تانية. قال لي معلش يا مدام نور، ما كنتش عارف هتيجي بدري. قلت له معلش، كمل شغلك. وجبت لنفسي شاي وقعدت في الصالة، بس ما قدرتش أروح أوضتي، ما قدرتش أفتح اللابتوب، ما قدرتش أعمل حاجة تانية غير إني أقعد وأسمع. كنت بسمع صوت إيده على الخشب، صوت الزنبرة، صوت إزازة الورنيش، صوت نفسه وهو بيتعب، صوت حد بيشتغل بجد وبحب. وكنت بحس بحاجة غريبة، حاجة زي الدفى، حاجة زي إن البيت بقى فيه روح. وما قدرتش أقوم من مكاني. بعد ساعة قريبة جيت وقفت على باب الأوضة، قلت له عايز شاي؟ بص فيا بنظرة ما كنتش متوقعاها، نظرة حد اتفاجأ بلطف ما كانش بيستناه، وقال لي شكرا يا مدام نور، لو مش متعبة. جبت له الشاي وقعدت على الكرسي اللي في ركن الأوضة. والأول مرة في البيت ده من 3 سنين قعدت في أوضة تانية غير أوضتي مع حد، وسكتنا. قلت له إيه؟ قال لي إنه فاضي. معظم البيوت اللي بشتغل فيها مليانة حاجات، مليانة أصوات، مليانة ضوضة وزحمة، بس البيت ده ساكت كأنه بيستنى. قلت له بيستنى إيه؟ ابتسم وقال ده انتي اللي تقرري. وسكتنا تاني. كان الصمت ده مختلف، مش الصمت اللي بعيشه كل يوم، الصمت الفاضي اللي بيملى الأوضة وبيعمل صدى. ده كان صمت فيه حضور، صمت فيه حاجة حية. وحسيت بحاجة غريبة جدا، حسيت إن البيت ده مش الفاضي، إن الفاضي ده فيا أنا، وإني من 3 سنين وأنا بشتري أساس وبأجر ناس وبملى أوض، بس الأوضة اللي جوايا فضلت زي ما هي. ومش عارفة إزاي، بس حمزة بسؤاله البسيط كل يوم كان بيخليها تتكلم. وحسيت بخوف، لأن الخوف مش من حمزة، الخوف مني أنا، من إني ممكن أحتاج حد، من إن الاحتياج ده ممكن يبقى أقوى مني. وكنت دايماً أقوى، كنت دايماً أنا اللي بتتحكم وما بحتاجش. وفجأة في ركن أوضة في بيتي قاعدة بسمع صوت إيد بتشتغل. حسيت إن القوة دي تعبت. الفصل الخامس، الخط اللي قرب. في بداية الأسبوع الثالث بقيت بعمل قهوة لنفسي وقهوة لحمزة كل صباح، مش لأنه طلب، لأني أنا بقيت أعمل، وهو ما طلبش وما رفضش، بس كان يقول شكراً يا مدام نور، ربنا يكرمك. وكان في نظرته حاجة، مش نظرة راجل بيطمع أو بيلاحظ بطريقة مش لازم، نظرة راجل بيشوف الواحدة قدامه زي ما هي. في صبح يوم الأربع قعدنا في أوضة الكتب وهو بيخلص التفاصيل الأخيرة، والشمس كانت بتدخل من الشباك اللي فتحه في اليوم الأول. قال لي أنتي بتحبي التقاليد ولا الحاجة الجديدة؟ قلت له في إيه؟ قال لي في الأساس، في الشغل، في الحياة، في الناس. وأنا بصيت فيه قلت له أنا دايماً اخترت الجديد، الجديد أأمن، الجديد نتائجه معروفة. قال لي والتقليدي؟ قلت له التقليدي ممكن يخذل. وسكت شوية وقال بهدوء التقليدي بيتعب صح، بس إيده بتعرف حاجات الآلة مش بتعرفهاش. ومد إيده وضرب بحنية على الرف اللي عمله وقال الآلة بتعمل رف، بس الإيد بتحس بالخشب، بتعرف فين هيتعب، بتعرف إزاي يتنفس، بتعرف لو في عيب جوه مش ظاهر من بره. ونظرت في إيده، إيد واسعة فيها خدوش وكالو من سنين طويلة، فيها تاريخ، فيها حكاية. وحسيت بحاجة اتشدت في صدري، حاجة بتقول إيده عرفت الخشب، في حد ممكن يعرفك كده. وكنت عارفة إن الإحساس ده خطر، وكنت عارفة إن الخط ده لو اتعدى مفيش رجوع، وكنت عارفة إن مفيش حاجة حصلت وما لازم تحصل. بس كنت مش قادرة أوقف الإحساس ده، لأن الإحساس ده ما كانش بيسمع الكلام، وما كانش بيسمع الخوف، وما كانش بيسمع المنطق. وبالليل وأنا في أوضتي حاولت أفكر بمنطق. قلت لنفسي نور، أنت مديرة بنك، أنت بتاعة الأرقام والمنطق والحسابات، أنت بتحسبي كل خطوة قبل ما تعمليها. قلت لنفسي ده راجل جاي يشتغل في بيتك، وبعد أسبوع هيخلص ويروح، وده اللي المفروض. قلت لنفسي إحساس مش جريمة، مفيش حاجة حصلت، مفيش حاجة هتحصل. وصدقت الكلام ده. بس في الصبح عملت قهوتين تاني. الفصل السادس، الأوضة الأخيرة. وصلنا الأوضة الأخيرة، الأوضة اللي قالت لها أعمل فيها اللي تشوف. في يوم الحد من الأسبوع الثالث قال لي حمزة الأسبوع الجاي هخلص يا مدام نور. وحسيت بحاجة اتشدت في صدري. الأسبوع الجاي،
كلمتين بسيطتين ولقيت نفسي حاسة بإنهم تقيلين. جلست الليل ده وأنا بفكر في البيت، في الأوض، في الأساس، بس مش في الحاجات دي بالظبط. شايلة في نفسي حاجة مش قادرة أوصفها. مش حب، أنا مش متهورة ومش نوع الست اللي بتقع في الحب من غير حسبة، بس كان في حاجة حقيقية، حاجة اسمها ده أول حد شافني في حياتي كلها، من أهلي اللي شايفين فيا البنت الناجحة، ومن زملائي اللي شايفين فيا المديرة القوية، ومن الناس اللي شايفين فيا الست اللي عندها كل حاجة. حمزة سأل إيه اللي عايزة الأوضة تحسي بيه؟ وده سؤال بسيط جداً، بس مفيش حد سأله قبل كده. ومن غير ما أفهم إزاي، الجواب على السؤال ده فتح باباً جوايا كنت فاضية منه. الأوضة الأخيرة جاب لها حمزة خشب فاتح اللون، زيتوني فاتح ونوافذ عريضة، وشاور مفتوح في السقف بيديه ضوء طبيعي، وكل ما الضوء دخل الصبح كان البيت كله بيتغير. قعدت جنبه وهو بيشتغل في التفاصيل الأخيرة وسألته إيه اللي خلاك تبقى نجار؟ قال لي بدون ما يبص من شغله أبويا. من وأنا طفل كنت بشوفه بيشتغل، كانت إيده بتتكلم، بتحكي، بتبني. كنت بشوف في الخشب حياة. قلت عايز حكايتي تبقى في الخشب. قلت له يعني إيه؟ قالي كل أوضة بشتغل فيها جزء مني فيها، هيفضل بعد ما أروح، هيفضل بعد ما أكبر، هيفضل بعد ما أموت. الخشب بيتذكر الإيد اللي اشتغلت فيه. وما كنتش أقدر أكمل الكلام. قلت في نفسي أنا هيفضل إيه بعد ما أروح من أي مكان؟ تقارير، أرقام، قرارات صح، عقود موقعة، بيت كبير فيه أثاث حلو، وصالة ما فيهاش ضحك. وجيت في يوم قبل الأخير ووقفت في أوضة النور، والضوء كان بيدخل من الشباك الكبير، وريحة الخشب الجديد كانت ملاية الأوضة. الريحة اللي كنت بحسها من أول يوم، ريحة حاجة بتتبنى. وبكيت، مش من حمزة، مش من الحالة، مش من خوف. بكيت على نور اللي من 3 سنين وهي بتملى بيت وبتفضل فاضية، على نور اللي محدش سألها إيه اللي بيريحك، على نور اللي عاشت 38 سنة وأول مرة بتسمع فيها السؤال ده. كانت من نجار من الصعيد في أوضة فاضية. الفصل السابع، يوم الوداع، يوم الخميس، آخر يوم. جه الصبح زي العادة، بس الفرق إن الاتنين من الولاد جم معاه علشان يساعدوا في التشطيب الأخير والتنظيف. وأنا وقفت في الصالة وشايفاه بيتحرك في البيت، بيتفرج في كل أوضة، بيمسح على الأساس بإيده، بيفتح الدرج ويقفله، بيتأكد من كل تفصيلة، كأنه بيودع أو كأنه بيتأكد إن اللي خلفه كويس قبل ما يمشي. وبعدين وقف في وسط الصالة ودار حواليه ببطء وابتسم، ابتسامة حد عمل حاجة بإيده وبيبص فيها وبيحس بالرضا الحقيقي، الرضا اللي جاي من جوه، مش رضا عشان حد مدحه، مش رضا لأن حد عاله كويس، رضا لأنه شاف شغله وعرف إنه اتعمل صح. الرضا اللي أنا ما حسيتوش من زمان. جه ليا وقال لي خلصنا يا مدام نور، ربنا يبارك لك في البيت. قلت له تمام، شكرا جزيلا يا حمزة، وجبت له المبلغ وإيدي كانت فيها تقل. بص في المبلغ وقال لي شكرا يا مدام، ده أكتر من المتفق. قلت له الشغل يستاهل. ابتسم وكان في نظرته إنه فاهم إني مش بتكلم عن الأثاث بس ما قالش حاجة. وقف عند الباب وقال لي متمنيالك كل خير يا مدام نور، ربنا يملى البيت. وحسيت إن الكلمة يملى كانت تقيلة جدا، لأن البيت اتملى فعلا بس مش من الأثاث. قلت له أيوة ربنا يسلمك، وخد شنطته الصغيرة ومشي، ودي الولدين وراه، والباب اتقفل. وأنا وقفت في وسط الصالة، في البيت اللي مليان أثاث دلوقتي، الأوض اللي ليها معنى، الرفوف اللي شافت كل يوم من حياتي لمدة 3 أسابيع. مشيت ببطء في كل أوضة، أوضة الكتب، الرفوف الزيتوني الهادي، الكتب اللي حطيتها فيه، النور اللي بيدخل من الشباك اللي هو فتحه، الصالة، الطاولة الخشب الكبيرة، الكراسي، وصوت خطواتي اللي الصدى اتغير فيه، مش نفس الصدى لأن الأوضة مش فاضية زي زمان. ووقفت في أوضة النور، والضوء كان داخل من الشباك الكبير، وريحة الخشب كانت لسه فيها، وحسيت بالدفى. البيت بقى دافي، بس كمان حسيت بحاجة تانية. حسيت إن الفراغ اللي كان في البيت ما كانش في الأوض يوم ما، كان فيا أنا، وإنه ملاه بسؤاله البسيط كل يوم، وراح من غير ما يعرف إنه عمل كده. بقيت أسبوع كامل ما حسيتش بنفسي،
بروح الشغل، بيجي رد على الإيميلات، بحضر الاجتماعات، بوقع على عقود وبحسم صفقات وبقول كلام صح في المكان الصح. ومن بره كل حاجة تمام، المديرة ماشية، الأرقام كويسة، التارجت بيتحقق. وبرجع البيت وأقعد في أوضة النور والضوء بيجي وريحة الخشب لسه فيها، وأنا بشيل في نفسي سؤال مش قادرة أجيب له إجابة. كنت بحب حمزة؟ مش عارفة. هو ما عملش حاجة، ما طلب حاجة، ما قال حاجة مش لازم. جه يشتغل، سأل أسئلة بسيطة وراح. بس في الأسئلة دي، في القهوة اللي كنت بعملها له كل يوم، في الصمت اللي كنا بنقعد فيه في الأوضة الفاضية، في كل ده حصل حاجة. حصل إن نور اللي عمرها 38 سنة وبتحسب كل حاجة ومش بتحتاج حد، اتفرجت على نفسها وشافت إنها كانت محتاجة. وفي مجتمعنا، في القيم اللي تربينا عليها، في كل ما اتعلمناه عن الشرف وعن السمعة وعن اللي صح، مجرد الإحساس ده كان لازم يتقاوم. وأنا حاولت وما عملتش حاجة، ما تعديت أي خط، ما قلت حاجة ما كنتش لازم أقولها، بس قلبي حس. وده الحساب على إيه؟ الإحساس بالفراغ، جريمة الجوع للمعرفة اللي تسألك عن نفسك، ده ضعف. إن في حد يشوفك كإنسان مش كمديرة أو ست أو استثمار أو رقم، ده حاجة لازم تتخجلي منها. أنا مش عارفة، اللي عارفاه إن البيت ده بقى مختلف، الأوضة مش فاضية، الصوت مش صدى، في حاجة في كل ركن بتحكيلي إن في حد كان هنا واشتغل وخلف حاجة. واللي عارفاه إن أوضة النور دي بقيت بقعد فيها كل يوم وبسأل نفسي سؤاله: إيه اللي عايزة تحسي بيه؟ وبلاقي إجابة. وده أثمن حاجة حد ودهالي في حياتي، وجت من حد ما كانش المفروض يوديها، وراحت من حد ما كانش جزء من حياتي ومش هيبقى. وإيده خلفت في كل أوضة من البيت ده حاجة هتفضل، وروحه خلفت في قلبي سؤال هيفضل. أنا بحكي لكم الحكاية دي مش علشان أتبرر، ومش علشان تعذروني، ومش علشان تقولوا غلطت أو صح. بحكي لكم لأن في جزء مني يحتاج حد يفهم، ولأن في جزء مني خايف إن لو ما حكيتش الأوضة دي جوايا هترجع فاضية. في ست عمرها 38 سنة ناجحة وتعبت وحست بفراغ، وجه حد سألها عن نفسها وهي حست ومش عملت حاجة، وهو راح والسؤال فضل: هل الإحساس ده غلط؟ هل المرأة الناجحة ما فيهاش جوع للمعرفة والدفى؟ هل الوحدة لازم تبقى تمن النجاح؟ هل لو كانت في مكاني كنتوا هتحسوا بنفس الحاجة؟ قولولي، هل كنت على حق أم على خطأ؟ أنا نور، وأنا فعلاً عايزة أعرف.